طيب اديني نصيحة بخصوص علاقتي العاطفية. ما ترتبطش. في رابط بيجمعنا بالناس اللي بنحبهم، المشكلة انه بمرور الوقت ممكن يضعف. رباط هدفه يرجع الرابط ده من تاني زي الأول وأقوى. حلقة جديدة ورابط جديد. كارثة عملناها سوا ومحدش يعرفها. كان دايما لما كنا بنتجمع مع بعض لما كنا بنتجمع في الجمعية، اخر واحد بيخش مخزن مش واخد باله ان الناس مستخبيه على الجنب وهاتك يا ضرب. فاهم الموضوع ده قوي. كنت دايما انا بتضرب، مش عارف كل مره باجي متاخر. كنت كل مرة اسمعك على طول. انا عارف انا الغلطانه دي. هل انا صديق السفر المثالي؟ اللي ما سافرش مع رامي ما سافرش الصراحة، يعني ما شافش سفرية حلوة. احلى سفرية اللي سافرناها مع بعض الدهب دي كانت رايقة قوي، واحنا كنا مع بعض على طول. فاكشلي كنا مقضينها كلها. فكرة ان احنا ايه نفس الدماغ، يعني كل واحد فينا بيبقى مرتب حاجته. فكل واحد جايب المخدة وجايب العصير وجايب كل حاجة ومرتب الدنيا هيبقى معاه ايه هيجيبها. ان الشنطة بتاعتي تقريبا انت كان معظمها انت كنت بتستخدمه وانا كنت بستخدم حاجاتك. موقف حصل لنا في سفرية وعمرك ما هتنساه. اكتر موقف ما انساهوش لما كنا فين، كان في تراب اليهود، كانت الساعة 8 بالليل، كنا بنعمل دعاية هناك وحلو. والساعة 8 واحنا في قلب المقابر، محدش شاف اي حاجة، وكنا ماشيين بموبايل نوكيا كده كان قديم. ومرة واحدة لقينا في خناقة طلعت من قلب المقابر، والناس اتخانقوا مع بعض، احنا مش عارفين احنا ايه اللي جابنا هنا اي حاجة. ما كانش فيه لمبة واحدة منورة، كان هم كده. الناس كلها بتتخانق محدش شايف. بتعتبرني بالنسبة لك ايه؟ صاحب اللي بلجأ له صراحة في موقفين دايما، يا اما اكون تعبان ومخنوق ومتضايق وعاوز حد افضفض معاه، يا اما عاوزين نهلس مع بعض. يا لهوي يا لهوي يا الله يعزك. فصديق الصدوق اللي بقاله 8 سنين مع بعض يعني. مش كانت 9 من اول ما جينا ولا ايه؟ كان 9 و8 هم في الحدود دي. اكتر لحظة كنت فخور بيا فيها لما انت خلصت فترة الجيش بتاعتك. انا عارف ان انت من الناس اللي بتحب تروح وتيجي ومحدش حاسس ان احنا نروح في داهية. لا بس يعني عارف انت شخص بتحب، كان في حاجات كتير بتعملها بره، فانت كنت مش بتنزل اجازة كتير وكده، فاللي هو انت عايز بقى تشوف بقى حياتك تعمل كنت ايه. محكوم شوية في الموضوع. وكان الموضوع صعب عليك، فانت كل ما ترجع الاجازه من الاسبوع اللي هو انت مش عارف تعمل حاجه والروتين بتكرهه وكده. بعد كده اول ما خلصت بقى اللي هو الشهاده يعني انت كنت فرحان بيه قوي يعني. حاجه حلوه نفسك ان هي تحصل لك. تاخد اعفاء. ايه ده؟ جت من الجيش يعني. حاجه تانية. يعني ان شاء الله تتخرج بامتياز. حاجه تالتة. تلعب درام العيد. ستوب. اكتر من كده مش هتحصل دي. ماشي. طيب اديني نصيحة بخصوص علاقتي العاطفية. انا كنت بأمل ان انت ما ترتبطش. كل حاجتك زفت والله يعني. نصيحة مني لوجه الله، ليه تعمل في حد كده؟ والأهم بقى مرات مثلا احنا واقفين ولا قاعدين تقولي استنى اصبر هقول لك، بعد كده انت تقولي انا نسيت. طب ليه بتوقفني الحاجة اللي بعملها؟ ليه بتعطل مصالح الناس وانت مفيش حاجة مهمة تقولها؟ مش فاكرها. والمصيبة ان انت بتقول حاجتها 3 مرات. يا اخي ليه؟ وقت ما يسمحش كل ده. خش. بس لو انا قلت لك عاطفية استهدى بالله ما تنشفش دماغك بس. ماشي. طيب ماشي، انا السؤال ده انا هاخد من سؤالين منه عشان عاوز اغنية بتفكرك بايه؟ عارف اغنية البينجوين بتاعت الاطفال؟ على طول. حاجة عبيطة عملتها لك بس أثرت فيك جدا. لما احنا كنا راجعين، مش فاكر كنا في القهوة وبتاع،
وراجعه بتقول لي تعالى بس عدي على البيت، بس في حاجه اجيبها من فوق اللي هو وانا كده موصله اللي هو انا بس هجيب حاجه من فوق، اللي هو هتجيب ايه ما تنجز وبتاع. بعد كده مره واحده لقيت في صوت فرخ عمال يشتغل جنبي لقيت البيت بقى جايب لي بط وفرخ كده عمال يعمل اصوات وحطهم لي على الطابلوه يعني. ساعتهم اللي هو الله حد مهتم بالتفاهه اللي انا بحبها. عاوز نسافر فين المره الجايه؟ هو لو بره مصر فبتكلم بجد احنا نسافر هونج لا جوه مصر. سيوة. المره الجايه موقف محرج اتحطينا فيه. كان في المايك كان شغال واحنا ناسيين وكان سامع في المكان كله وقعدنا نرغي ونتريق وبتاع واتريقنا على كل الناس في المكان. كان المايك اللي بنزل ده. ربنا يعوضها ايام. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واحكوا لنا في الكومنتات عن 2 علاقتهم حقيقية ويونيك عايزينهم يطلعوا معانا في البرنامج، ونشوفكم الحلقة الجاية ورابط جديد. شكرا.